كان هو احن حد ليه واقرب حد ليه وسايبه معاه، نتجاوز ده ازاي؟ هو مفيش فعلا حد فينا ما توجعش من الاصدقاء، لان وجع الصديق هو اكبر وجع، لانك انت اللي مختاره مش مفروض عليكي اصلا، شبهك انت اللي نشنتي على ده وقلتي له مفتاح بيتي اهو. المشكله في التجاوز بقى، ده اللي تقصديه صح؟ بالظبط. ازاي نتجاوز بقى؟ اولا لازم اعرف قيمه ذاتي. هو سابني ليه؟ مش انا قلت ان هو سابني؟ طب هو سابني ليه؟ وجعني ليه؟ ايه حجته عليا؟ تمام؟ طب انا ما لقيتش ان انا سبب، المفروض اعمل ايه بقى؟ ابتدي ادور على بديل، وبديل افضل، لان انا في اللحظه دي عرفت قيمه نفسي. هو ما قدرش قيمتي في الحته الفلانيه، انا امين فما قدرش ان انا امين، بس يكون عن حق مش عن فيك. يعني ما بقاش انا متطفل على حياته واقول اصل انا مهتم بيه، لازم ابقى فاهمه الكونسيبت بتاع القيمه دي عنده ايه. هو الاهتمام عنده زي الاهتمام عندي، فاحنا هنا تلقينا في نفس المبدا، بمعنى ان الدكتور كريم كان قال نقطه حلوه قوي، قال هي قيمه ولا احتياج؟ لو هي قيمه مشتركه يبقى مفيش وجع، يبقى هو اللي خسرني. وفي الحاله دي تقولي لنفسك عند الله في ظل عرش الرحمن يتلاقى الاحباب في الله. فده الكونسيبت الاصلي، ان انت بتخلصي لله قبل ان تخلصي للصديق. ودي حاجه مكافاه ربنا اللي حطها لنا، يوم العرش في ظل العرش من تحب في الله. وعايزه اقول لك حاجه، ان كلما اخلص الصديق قلما اخلص الصديق اصلا. ليه؟ لان دايما العلاقه ما فيهاش حسن اداره. انا عايزه كل حاجه فيك تبقى شبه، وده مش وارد لانه ما ترباش في نفس الرحم اللي انا اتربيت فيه. الاخوات نفسهم في بينهم اختلاف. تجاوزي على قد ما تقدري كل ما فتحتي دايره علاقاتك. عايزه اصدقاء شبهك، ادرسي حاجه تكوني بتحبيها عشان يشاركوكي في المحبه دي. تعالي احضري حاجه زي دي، تاخدي فايبس حلوه من الناس اللي موجوده. انزلي خدي درس في القران لو بتحبي المجال التجويد او كل اللي انت بتحبيه، هتلاقي شركاء اخرين، وان شاء الله هيكون طالما اخلصتي له رزقك انت هيرد اليك، لان ربنا لا يضيع اجر من احسن. شكرا جدا. شكرا جدا.